عمرك حسيت ان جسمك وقف فجأة؟ لا بتقوى ولا بتتطور، نفس الاداء نفس الشكل نفس كل حاجة، اجمد يد وحشة فيه. يلا خليك معايا واسمع القصة. السبب هنا يا صديقي ان جسمك ذكي جدا، يعني لما بتعمل نفس الاداء بنفس الشكل بنفس التمرين كل يوم فجسمك بيتعود عليه ويبدا يوفر الطاقة، يعني يشتغل بكفاءة اعلى بس يحرق اقل. الجسم هنا يا صديقي بيتعود على الحمل فبيبدا يدخل في منطقة الراحة. علشان كده يا صديقي اللي مش مغير طريقته في التمرين ويزود الحمل من وقت للتاني جسمه مش بيتطور. ولازم تبقى عارف كويس جدا ان جسمك من فترة للتانية بيبدا يتعود على عدد السعرات الحرارية اللي داخله على حسب انت بتزود وزنك ولا بتقلل وزنك. ده معناه يا صديقي لو انت بتاخد عدد سعرات حراريه معينه وكنت بتاخدها في الاول عشان جسمك يبدا يزيد في الوزن، فبعد فتره بيبدا يتعود جسمك على عدد السعرات الحراريه اللي داخلاله، فبالتالي محتاج تزود عدد السعرات الحراريه اللي داخله جسمك اكتر علشان ترجع تزيد في الوزن تاني اكتر. والعكس صحيح، يعني مثلا لو كنت بتاخد 1700 سعر حراري مثلا عشان تنزل في الوزن شويه، فبعد فتره جسمك بيبدا يتعود على 1700 سعر حراري، فلازم ترجع تنزل كمان 200 او 300 سعر حراري علشان تعمل فيهم عجز اكتر وترجع تنزل في الوزن اكتر واكتر. يعني يا صديقي انت لازم تهتم بحاجتين، اولا حمل التدريب لازم يكون في تزايد مستمر، ثانيا عدد السعرات الحراريه اللي داخله جسمك كل فتره لازم تهتم بيها، لا تزودها لا تقللها على حسب احتياجك، انت عايز تزيد في الوزن ولا تقل في الوزن. فما تخليش حاجه ثابته يا صديقي، ولا مقدار الاكل ثابت ولا الحمل والشده بتاعت التمرين برضه ثابت. مش احنا بنسمع كتير لو انت عايز توصل لحاجه ما وصلتلهاش قبل كده لازم تعمل حاجه ما عملتهاش قبل كده؟ اعمل بقى نجم، وما تنساش تكتب لي في كومنت انت شايف نتائج من اكلك وتمرينك ولا لا. كان معاكم احمد الشيمي بطل مصر والمانيا في رياضه الكيك بوكسنج. السلام عليكم.